الفصل الأول: حقيقة الإسلام. أولاً، تعريف الإسلام. الإسلام مشتق من السلم والسلامة، ويعني لغة الاستسلام والخضوع والسلامة والبراءة من العيوب. ولقد توقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً عند المعنى الإجمالي للإسلام، وأطلق عليه تعريفات مختلفة في أوقات متباينة، ووجه الأنظار إلى مفهومه الاصطلاحي. وفيما يلي بعض هذه التعريفات: ففي حديث جبريل عليه السلام الذي جاء في معظم كتب الحديث المعتبرة، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بشكل إجمالي. عن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد شعر الرأس، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبته إلى ركبته، ووضع يديه على فخذيه، ثم قال عليه السلام: يا محمد، ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال عليه السلام: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال عليه السلام: يا محمد، ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال عليه السلام: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال عليه السلام: يا محمد، ما الإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال عليه السلام: فمتى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال عليه السلام: فما أمارتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. ثم قال رضي الله عنه: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من الرجل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. وكما لاحظنا، ركز النبي صلى الله عليه وسلم على 3 أمور مهمة في هذا الحديث: أركان الإيمان 6، وأركان الإسلام 5، وشعور الإحسان، أي يقظة الشعور واستنارة القلب. وكلها أمور ينبغي للمؤمن المكلف أن يركز عليها وينهض بها قدر استطاعته. وفي رواية أخرى عن طلحة رضي الله عنه، وصف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام إجمالاً: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟
قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وكما رأينا، عرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الشبيهة له الإسلام إجمالاً، ونص على أركانه الأساسية، وهي كلمة الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج. وأعتقد أننا لو حاولنا تقييم هذه الأحاديث المذكورة والآيات القرآنية المتعلقة بهذا الشأن، فسنجد أن الإسلام قد عرف بأوجهه كلها، بدءا من الاعتقاد إلى الأخلاق. والواقع أن العلماء قديما قد تناولوا هذه القضايا كلا على حدة، وجمعوا كل المسائل المتعلقة بالإسلام تحت عنوان العقيدة والعبادات والمعاملات والعقوبات. ولهذا فإننا عندما نذكر الإسلام يرد إلى خاطرنا على الفور الإسلام كوحدة متكاملة تحتضن الحياة جميعها، بدءا من العقيدة حتى الأخلاق، ومن الآداب حتى الإدارة والسياسة. ومن ثم علينا ألا نفكر في طريق آخر سوى طاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المرسل من قبل الله بشيرا ونذيرا.